لو بتدور على عربيه مستعمله تحت ال 500,000 جنيه ومحتار وسط الاختيارات الكتير اللي في السوق دي، فانا هنا علشان اسهل لك الدنيا. في الفيديو ده هنتكلم عن 5 عربيات تقدر تشتريهم في الفئه دي، وهنقول المميزات والعيوب بواقعيه ومن تجارب ملاك حقيقيين، علشان تبقى داخل تشتري وانت فاهم كل حاجه. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا عمرو مجدي، وفي الفيديو ده هنتفرج على 5 عربيات تقدر تشتريهم تحت ال 500,000 جنيه. وقبل ما ابدأ ما تنساش لايك للفيديو وتشترك في القناة على يوتيوب علشان ناس كتير بتتفرج علينا وتمشي من غير ما تتابعنا. العربيات دي تم اختيارها على اساس الميزانية ما بين 400,000 الى 500,000 جنيه، وحداثة موديل العربية ما بين 2013 ل 2022، والتنوع ما بين السيدان والاس يو في، والتنوع ما بين الركوب الاوروبي وغيرها. اول عربيه معانا وهي شيفروليه اوبترا، موديلات من 2015 ل 2018، والعربيه دي سعرها بيتراوح ما بين 420,000 الى 460,000 جنيه. العربيه دي تعتبر واحده من العربيات الاقتصاديه اللي انتشرت بشكل كبير في الشوارع بسبب انها بتيجي من وكيل معروف وليها حضور في السوق. التصميم بتاعها بسيط وبتستهدف الناس اللي عايزه عربيه سيدان تمشي بيها مشاويرها اليوميه من غير ما تدخل في تفاصيل كتير. بالنسبه لقطع الغيار، فالاوبترا تعتبر من العربيات اللي قطع غيارها متوفره، الصيانه بتاعتها كمان مش معقده، واي ميكانيكي شاطر يعرف يتعامل معاها بسهوله من غير ما تحتاج تروح للتوكيل كل شويه. كمان في بدائل كتير للقطع سواء اصليه او استيراد او حتى تجاري بجوده محترمه، وده بيخلي مصاريف الصيانه والمعاملات اليوميه فيها معقوله ومش مرهقه للي بيستخدم العربيه على المدى الطويل. مميزات العربيه دي ان هي اعتماديه وسهله في الصيانه، موتور 1500 معروف ومجرب بيستحمل واغلب الصناعيه عارفينه، قطع غيار متوفره متاحه في كل مكان وسعرها معقول مقارنه بمنافسين كتير في الفئه دي. العفشه بتاعت العربيه مريحه مناسبه جدا للشوارع المصريه، خاصه في المشاوير الطويله او الطرق الوعره شويه. العربيه واسعه من جوه شويه، يعني مش هتبقى مثلا واسعه زي النيسان صاني والشير اريزو، ولكنها من جوه مساحه الركوب فيها كويسه مش وحشه. العربيه فيها مساحه داخليه كويسه سواء في الكنبه الخلفيه او الشنطه. التجهيزات مقبوله، فيها كماليات كويسه زي سنتر، تكييف، باور، ازاز كهرباء، وبعضها فيها ABS و2 ايرباج. العزل الصوتي احسن من عربيات تانية في نفس الفئه، ولكن العيوب بتاعه العربيه دي عندك الثبات على السرعات العاليه مش الافضل. العربيه بتبدا تحس بخفه في الثبات بعد سرعه 120 130، طبعا انت مش توصل للسرعات دي غير كل فين وفين. العزل الارضي مش كويس قوي، ممكن تسمع صوت الكاوتش العفشه في التفاعل مع الطريق وكده. استهلاك البنزين متوسط لمرتفع، في الزحمه او مع طريقه سواقه رياضيه ممكن تحس بانها بتعلى في استهلاك البنزين، وده حاجه معروفه يعني في العربيه دي. خامات داخليه متواضعه في العربيه، البلاستيك في التابلو والابواب مش من افضل الخامات وبيبان مع الاستخدام. شكلها مش ملفت قوي، تصميمها بسيط جدا مش بيشد الناس اللي بتحب الشكل الرياضي او الشكل العصري. تاني عربيه معانا وهي رينو لوجان، موديلات من 2016 الى 2019، والعربيه دي بتروح سعرها ما بين 480,000 الى 500,000. العربيه متوفره في السوق المستعمل باسعار بتتفاوت حسب الحاله والفئه، وبتعتبر من الخيارات المنتشره في الفئه السعريه دي. اللوجان معروفه بتصميمها البسيط والعملي، وبتخاطب شريحه الناس اللي بتدور على عربيه يعتمد عليها وتكون مناسبه للمشاوير اليوميه والسفر. اللوجان كمان قطع غيارها متوفره في السوق وموجوده بسهوله سواء اصليه او بدائل كويسه، وكمان في تجار كتير متخصصين في قطع رينو. الصيانه بتاعتها بسيطه واي ميكانيكي شاطر يقدر يتعامل معاها ومش شرط تروح للتوكيل. يعني لو بتدور على عربيه مش هتغلبك في الصيانه وقطع الغيار، اللوجان تعتبر اختيار امن. اللوجان من العربيات اللي الناس بتشكر فيها من ناحيه الاعتماديه، ما فيهاش مشاكل كبيره وقطع غيارها متوفره وصيانتها سهله، عفشتها مريحه ومساحتها الداخليه مناسبه جدا للعيله. انما من ناحيه العيوب، العزل الصوتي ضعيف، التكييف مش اقوى حاجه، والموتور اداؤه متوسط خاصه مع التحميل. الخامات كمان جوه العربيه بسيطه جدا، بس بشكل عام لو عايز عربيه عمليه وتعيش، لوجان بتقدم لك الاختيار ده. ثالث عربيه معانا وهي BYD F3، موديلات من 2019 ل 2022، ومتوسط السعر ما بين 460,000 جنيه الى 500,000 جنيه. العربيه دي شافت انتشار كبير في السوق المصري بسبب انها بتقدم حل اقتصادي كعربيه سيدان عمليه وسهله الاستخدام. ال F3 نزلت بموتور 1500 سي سي ومعاها نقل حركه مانوال كخيار اساسي، وفي بعض النسخ نزلت باوتوماتيك. التصميم بسيط وواضح وبتستهدف الناس اللي عايزين عربيه للاستخدام اليومي في الشغل او المشاوير العائليه من غير تعقيد. قطع غير BYD F3 متوفره في السوق سواء جديده او استيراد، وفي تجار متخصصين فيها. الصيانه بتاعتها سهله واي ميكانيكي يقدر يتعامل معاها من غير ما تحتاج توكيل.
توكيل. ناس كتير بتقول ان العربيه مش بتطلب حاجات كتير وصيانتها دوريه. بالنسبه لمميزات البي واي دي اف 3 فالناس بتشكر في اعتماديتها وسهوله صيانتها، ما فيهاش تعقيد وقطع غيار موجوده باسعار معقوله. الموتور 1500 بيقدم اداء مقبول جدا للاستخدام اليومي. العربيه مريحه في السواقه وخفيفه في الاستهلاك. اما العيوب فخامات الصالون تعتبر بسيطه جدا، العزل مش افضل حاجه، وناس اشتكت من ان صوت الموتور عالي شويه، كمان ما فيهاش تجهيزات امان كتير، ونسخه الاوتوماتيك مش منتشره والناس ساعات بتقلق منها. بس لو بدور على عربيه صينيه عمليه ورخيصه ومش مكلفه في الصيانه، الاف 3 من الخيارات اللي ممكن تحطها في بالك. رابع عربيه معانا وهي شيري تيجو 3 موديلات من 2015 الى 2017، متوسط سعرها ما بين 460,000 الى 500,000 جنيه، ودي عربيه اس يو في صيني من الفئه الاقتصاديه. العربيه عليها موتور 1600 ونظام دفع امامي، وبتتوفر بنقل حركه اوتوماتيك في معظم النسخ الموجوده في السوق. التيجو 3 بتقدم تصميم بسيط ومساحات داخليه مناسبه، وارتفاع عن الارض بيخليها مناسبه لطرق كتير في مصر، تستهدف الناس اللي عايزه عربيه عاليه واقتصاديه للاستخدام اليومي او العائلي. تيجو 3 قطع غيارها متوفره في المحلات وتقدر تلاقيها بسهوله، سواء ميكانيكا او عفشه او صار، وورش كتير بتشتغل عليها من غير مشاكل، لان العربيه منتشره ومعروفه ومفيش حاجه فيها معقده او نادره. صيانتها سهله ومش بتتطلب مصاريف كبيره، وقطع الغيار اسعارها تعتبر في المعقول. اللي بيميز شيري تيجو 3 انها عربيه مرتفعه عن الارض، وده مريح جدا في الشوارع عندنا. كمان المساحات الداخليه واسعه ومناسبه للعيله، وفيها اوبشنز كويسه على عربيه في الفئه دي زي السنسور بارك والتكييف القوي. اداء الموتور معقول في المشاوير اليوميه، وسحبها مقبول لو مش بتميل للسواقه الرياضيه. اما العيوب فخامات الصالون بسيطه، وصوت الهواء بيزيد على السرعات العاليه. كمان الفتيس الاوتوماتيك مش دايما سلس خصوصا في الزحمه. العزل عموما مش الافضل، وفي ناس اشتكت من صوت طقطقه في العفشه بعد فتره. خامس عربيه واخر اختيار معانا وهي رينو ساندرو، موديلات ما بين 2013 الى 2016، ومتوسط السعر للعربيه ما بين 450,000 جنيه الى 500,000 جنيه، ودي هاتشباك فرنسيه من رينو. العربيه بتقدم تصميم بسيط وعصري، ومبنيه على قاعده مشتركه مع لوجان، وبتتوفر بموتور 1600 سي سي وفتيس اوتوماتيك. الساندرو بتستهدف الناس اللي عايزه عربيه شبابيه وعمليه بحجم صغير مناسب للمدن، من غير ما يتنازلوا عن الاعتماديه او جوده الخامات الاوروبيه. رينو ساندرو قطع غيارها متوفره في السوق، خصوصا انها بتشارك نفس المكونات مع لوجان، فده بيخلي حاجات كتير متاحه. الصيانه مش صعبه، بس لازم تروح لميكانيكي يكون فاهم في العربيات الفرنسيه علشان التفاصيل. الناس بتقول ان العربيه مش بتتطلب مصاريف كتير طول ما بتعمل صيانتها في مواعيدها. العفشه بتاعتها معمره. رينو ساندرو عربيه شبابيه وعمليه بتجمع ما بين الاعتماديه والراحه. الناس بتشكر في ثباتها على الطريق، والعفشه ناعمه ومناسبه للشوارع المصريه. كمان فيها مساحات داخليه كويسه على حجمها، وسواقتها سهله في الزحمه. اما عيوبها فالعربيه مش انشط حاجه في فئتها، وسحبها متوسط. قطع الغيار متوفره لكن اسعارها اغلى شويه من العربيات الكوري او الصيني، وكمان التكييف مش اقوى حاجه، وناس اشتكت من صوت التابلو بعد فتره. وبكده نكون وصلنا لنهايه ترشيحاتنا لافضل 5 عربيات مستعمله تقدر تشتريها تحت 500,000 جنيه. حاولنا نختار عربيات منتشره، قطع غيارها متوفره، واعتماديه في الاستخدام اليومي، بحيث تكون مناسبه لناس كتير، سواء بتدور على عربيه او عايز تجدد بعربيه تكون مريحه واقتصاديه. خليك فاكر دايما ان مفيش عربيه كامله، وكل اختيار ليه مميزات وعيوب، والمهم انك تشتري وانت فاهم احتياجاتك وايه اللي يهمك اكتر، الراحه، الاعتماديه، الشكل ولا السعر. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك تجربه او راي في اي عربيه من اللي اتكلمنا عنها، يا ريت تسيبه في الكومنتات، لان رايك بيفرق وبيساعد ناس تانية كتير. اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامه.